يقول حذيفة واختم، حذيفة بن اليمان، حذيفة كان امين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول ما تدرون؟ ائتمنه على احاديث الفتنة، كل شيء بيصير في الارض علم بحذيفة. قال يا حذيفة اسمع مني، واذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث اغلب من يروي احاديث الفتن هو حذيفة. قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في اخر الزمان. يقول فقلت له فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في اهله، عندنا فتن تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال والبنون، وذكر الله انما اموالكم واولادكم فتنة. قال له عمر لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة فخفت ان اقول كلاما يؤذيه، قلت يا امير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ انت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه فالتفت اليه قلت ماذا قلت؟ قلت يا امير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ ان بينك وبينها بابا مسدودا. عمر وقف جالس في القصر، يعني في بيت الخلافة اقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما يفهمون ايش الباب، لا ما فهموا. قال بابا مسدودا. قال اسألك بالله يا حذيفة ايفتح الباب ام يكسر الباب؟ قال يكسر يا امير المؤمنين. قال انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. وقام يبكي وترك الناس. قالوا الناس يا حذيفة وش الباب وش الفتن، احنا ما فهمنا شيء. قال ان الباب هو عمر رضي الله عنه، يكسر يعني يقتل، واذا قتل عمر جاءت الفتنة على الامة. يعني كأن حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر. وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه، وتكون هذه الساعة. ولذلك انت حامي يا عمر، في حياتك كنت تحمي الامة من الفتن. اسألكم بالله من منا يستطيع يكون باب يحمي الفتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ اقول للشباب اللي يعاكسون البنات اتق الله في ابنة رباها ابوها 20 سنة واكثر من ذلك عفة وطهرا. ثم تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولا لرسوله، ولا بعد ذلك الى ايمان ولا نخوة ولا مروءة. فإنا لله وإنا اليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الامة، فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر ان امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وعمراه، تقصد يعني حسافة وحسرة على عمر. قال لها الناس لا تذكري عمر بهذا. قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن.